السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك عامل ايه؟ طبعا انت اجزت في العيد 3 4 ايام واكلت لحمه وظبطت الدنيا وبتاع واتزنقت تاني في الميد ليه؟ في الفاينل. تمام. اتزنقت في الفاينل زي ما انا مزنوق دلوقتي. بس انا تعالى اقول لك على 5 حاجات بالظبط كنت بعملهم كان بيفرق معايا في نفسيتي وازاي الانسان يهدى ويبقى تمام كده وما يتوترش ويعرف ينام كويس لحد ما يعني في ايام الامتحانات. لان ايام الامتحانات مشكلتها الضغط النفسي بيكون كبير، انت عايز تخلص كميات كبيره في وقت صغير، حاسس دايما انت مش هتنجز، حاسس دايما انت مش هتلحق. تمام. ف5 حاجات بالظبط كان بيفرق معايا في صحتي النفسيه. تمام. عشان انا يعني كان من الحاجات اللي انا عايز اطلع بيها من الكليه، ودي الحاجات اللي حطيتها لنفسي انا في سنه اولى، اللي عايز اطلع سليم نفسيا. يعني انا لما نزلت تدريب وشفت الدنيا في السوق، لقيت ناس كتير حتى بعد التخرج بيطلع بعقد نفسيه وبتاع وقعد سنين كاره الكليه. ف تعالى اقول لك انا ازاي كنت برتاح ايام الامتحانات وازاي انا بعمل ايه عشان ابقى كويس ايام الامتحانات يعني. رقم واحد هي الصلاة بصراحة. يعني هي الصلاة في ميعادها دي من أهم الحاجات اللي بتخليك مرتاح نفسيا كده. حتى لو الصلاة جت ميعاد وأنت بتذاكر، يعني أنت مثلا قاعد تذاكر دلوقتي والصلاة أذنت، طب ما زي ما أصلي في البيت أو مش عارف إيه. طبعا الصلاة في البيت للنساء وللرجال الصلاة في المسجد. فلا، تخلص مذاكرتك. أها كنت قاعد أذاكر أهو. تمام. خلصت مذاكرتي او حتى ما خلصتش في نص المذاكره او حصل لي وادعي ربنا سبحانه وتعالى. وانا كنت بعمل حركه ان انا مثلا اي حاجه عايز اجيبها، عايز اشتري قلم مثلا، القلم ده خلص عايز اجيب قلم جديد، فكنت بخليها بعد الصلاه. عايز برضه ايه ما اضيعش وقت، اي حاجه عايزها وقت الصلاه. دايما رابط مواعيدي بالصلاه. مثلا هصحى من الظهر للعصر هذاكر، هحفظ قرآن وهذاكر محاضرة. بعد كده من العصر للمغرب هاكل وهذاكر محاضرة تانية. تمام. من المغرب للعشاء فاهم. فكان مواعيدي دايما مرتبطة بالصلاة. واخد بالك، لأن الصلاة هي أساس الإنسان. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين، فمن تركها فقد كفر. وقال صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فما فيش حاجة اسمها الصلاة والامتحانات ومعلش أصلي في البيت. ما فيش حاجة اسمها تصلي في البيت، اسمها الصلاة في المسجد. لأن الرجال يصلون في المساجد، بغض النظر عن الخلاف الفقهي ده يعني. واخد بالك. فأهم حاجة كانت بتساعدني هي الصلاة. حافظ على الصلاة، حافظوا على الصلوات الصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فرقم واحد الصلاة. رقم اتنين وده الدواء والحل للمشاكل، وهو القرآن. رقم اتنين وهو الدواء والحل للمشاكل كتيرة، وهو القرآن. تمام. القرآن يعني أنا أوريك المصحف بتاعي ثانية. ده المصحف اللي أنا تحسه قديم شوية بس أنا بحبه. يعني المصحف ده من ساعة ما التزمت هو معايا، وده بقرأ فيه. وتلاقيني مثلا خط جاي مصاص كده بقى كنت بعلم على الآيات ووقفت معايا وكده. فالقرآن هو ده الدواء، وهو ده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحبل الله الوتين. هو حبل ربنا سبحانه وتعالى اللي بيربطك بينك وبين ربنا، هو كلام الله عز وجل، هو الدواء الحقيقي. وكل الدروس الدينية وكل اللي انت شايف ده متمحور حوالين الكتاب ده اللي هو ايه؟ القرآن. فالقرآن هو الدواء وهو اللي هيعينك وهيسارك في الطريق. ويعني نصيحة مني: بلاش أغاني وبلاش إن أنت، أنا عارف إن أنت مثلا بتحب تسمع أغاني وبتحب تسمع كذا وبتحب تسمع موسيقى وكده، بس صدقني القرآن طبعا الأغاني حرام. القرآن أحسن لك وأفيد لك 100 مرة من الأغاني والهجص ده كله. كل ده هجص، لكن الدواء الحقيقي الذي يزيل همك بإذن الله عز وجل هو القرآن. القرآن هو حبل الله الوتين. فتعلق قلبك بالقرآن، تعلق قلبك في حتى وانت بتتدبر الايات. احيانا وانت بتقرا القران في ايه كده تقف معاك تشوف تفسيرها، تبكي مع التفسير وتبكي من ازاي ربنا سبحانه وتعالى تحس ان الايه دي بتكلمك. يعني كانت في ايه في سوره ترجمه الشعراء: ان هذا لهو خلق الاولين. تمام. وما نحن بمعذبين. فان هذا لهو خلق الاولين. كان بيقولوا ان ده احنا ده كل ده حصل للناس قبلينا وهيحصل لنا ويحصل للناس بعدينا وكده. فالآية دي بصراحة استوقفت معاها، لأن الإنسان كثيرا ما يقول لنفسه هذا الكلام: يا عم عادي، إيه يعني أنا ما جبتش درجة يبقى أنا مش لازم، يعني عشان ما صليتش مش لازم، عشان مش كذا. لا، هو مش أنت عصيت ربنا سبحانه وتعالى فلم توفق. فالتوفيق من أساسه هو طاعة الله عز وجل. فرقم اتنين القرآن. ولو قعدت يعني فيديوهات وفيديوهات هتلاقي القرآن هو أساس في كل حاجة. يعني ممكن القرآن يبقى عشرات الفيديوهات. رقم ثلاثة وهي الصحبة. موضوع الصحبة في الأيام الامتحانات مهمة جدا. انت لان الانسان في اوقات الكرب يحن الى خليل وصاحب الله. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. انما ياكل الذئب من الغنم القاصيه. فالغنم لما تبقى مع بعض ما يقدرش يجرب منها، لكن ما يشوف واحده بتتفلت فلا، هو يقدر ياخدها بقى وياكلها على جنب. فالصحبه. فانا كنت بقى يعني مثلا بعمل ايه؟
بقى على اصحابي ازيكم عاملين ايه الاخبار، نقعد نهزر شويه، والله وصلت فين في الماده، وصلت لكذا وصلت لكذا، طيب اخبار الحمد لله، طب انا هصلي، طب انت لازم تصلي. يعني ده صديق معاذ صاحبي. معاذ ده طيب القلب، والله انا بحبه. يعني مثلا الانسان لما لسانه يفلت، فمعاذ يوقف ويقول له يا عم مش عايزين نختاب، احنا مثلا عايزين ربنا يكرمنا في الامتحانات، لا يا عم خلي بالك من لسانك. فالصحبه دي وانت مع الدنيا بتلهي وبتاع، فانت الصحبه دي بايه، تديك الارم كده، بتفوقك في اوقات معينه. مهم يبقى انت عندك صاحب كده، مهم يبقى عندك صاحب يشدك للطريق الصح، لان الانسان لوحده بيجع. لو ما عندكش حاول يبقى واحد حتى، واخد بالك، مش شرط يكون ملتزم 100% يعني. ممكن يكون واحد مبادئك شبه مبادئه وقيمك شبه قيمه، انتوا الاثنين تتشاركوا في قيم ومبادئ واخلاق متشابهه. مش لازم يكون 100% كويس، مفيش حد، والله ما هتلاقي حد 100% تمام و100% كويس و100% ما عندوش مشاكل و100% هو ما عندوش عيوب، فاهم، خد بالك. فاللي ما عندوش عيوب ده انت عايز تصاحب واحد من كوكب زمردة. لا، انا كل واحد من اصحابي وانا كل واحد فينا عيوب، بس انا ايه، انا متقبل عيوبه، فخلاص انا متقبل طالما هو شخص كويس وتمام ومحترم وجدع وكده، فخلاص العيوب دي ممكن نعديها مع بعض. فرقم 3 الصحبه هتعينك بشكل كبير. يبقى احنا قلنا ايه؟ الصلاه رقم 1، انت بتظبط موعدك على الصلاه، ده اكيد. رقم 2 القرآن ويكون لك ورد من القرآن، وتتوقف مع الآيات، تتوقف مع التفسير، والتفسير يدخل في قلبك وحاول تشارك مع حد التفسير، والله أنا لقيت الآية دي مست قلبي والآية دي بتقول كذا كذا، سبحان الله. يعني في آيات كتير أنا بستحضرها دلوقتي، بس يعني مش عايز الفيديو يطول، بس أذكر آية بس. قصة شعيب مع قومه في سورة الأعراف. قبل ما يأتيهم العذاب كان بيقولوا إيه؟ لأن الكافرون كان بيتكلم المؤمنين، كان حوار ما بين الكافر والمؤمن الذي يتبع دين ربنا سبحانه وتعالى، والذي يتبع الهوى والشيطان والفسوق والعصيان. فكان الأخ ده اللي هو الكافر كان بيقول للمؤمن المتقي إيه؟ لأن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. فربنا سبحانه وتعالى رد عليه في بعدها بآية: فأخذته الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيه. الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. رد عليهم بنفس جملته. اللي اتبع، يعني هما كان بيقولوا اتبع النبي صلى الله عليه وسلم او اتبع شعيب لان الانبياء كلهم واحد، هو الخاسر. لا، اللي كذب النبي هو الخاسر، واخد بالك. فالآية دي كانت من الآيات اللي علقت معايا يعني. فرقم 2 القرآن، ورقم 3 ايه؟ الصحبة. رقم 4 وهي دوس الدين. مهم جدا يبقى انت عندك درس دين او بودكاست دين، ايا كان بودكاست كتير يعني، بتسمعه يوميا او يوم يعني مثلا حتى لو البودكاست مثلا ساعتين، انت ممكن تقسمه ساعتين، ساعة وساعة، في يوم ساعة ويوم تاني ساعة، واخد بالك، او تسمع ساعة يوميا. مش لازم تقعد مثلا زي ما انا قاعد كده ورقة وقلم وتكتب ورا، ممكن وانت بتتمشى، وانت بتعمل حاجة، وانت بتاكل، المهم يبقى في ايه، في يومك يبقى في درس دين، فاهم. ما يبقاش كله مذاكرة، ما يبقاش كله كتاب، ما يبقاش كله كلام انجليزي زي ده، ما يبقاش كله رص كلام وبتاع، عشان انت بتتعبش. لازم يبقى في جزء دين ورقائق وتزكية في حياتك يعني. فدروس الدين مهم جدا انك تسمعها، خصوصا في الفترة الصعبة بتاعت الامتحانات دي، مهمة يعني. رقم 5 وهي الدعاء، انك تدعي ربنا سبحانه وتعالى. يعني الدعاء ده هو لب العبادة، هو اصل العبادة، لان الدعاء بيطلع فيك من عبادة من اجل العبادات، هي عبادة الافتقار. كما قال ابن القيم: هذا باب الافتقار لم أجد أحدا عنده. باب الافتقار من أصعب الأبواب اللي أنت ممكن تلاقي الناس بتتوافد إليه. يعني ممكن تلاقي في ناس تتوافد في باب الصدقة، باب الحج، باب الصلاة، لكن باب الافتقار والتذلل والخضوع لربنا سبحانه وتعالى وأن تعلم أنك عبد ذليل ضعيف لدى سيدك الله عز وجل، الباب ده صعب. الدعاء بقى بيطلع فيك الباب ده، بيطلع فيك العبادة دي، حتى لو الدعاء لم يستجاب. مش اصل للدعاء فيك يستجاب، واخد بالك. قال ربكم ادعوني استجب لكم. الاجابه مش ممكن تكون، الاجابه هي ان ربنا سبحانه يطلع منك العباده دي وتاخد على حسنات. الاجابه تؤخر، انت طلع منك العباده خلاص، الاجابه دي هتتدخل لك في الاخره كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، يا اما تتدخل لك في الاخره، يا اما تخفف عنك البلاء، يا اما يستجيب الله لك. فانت موضوع الدعاء ده مهم، وموضوع الاستجابه في الدعاء ده ممكن تتكلم عنه فيديو تاني. لكن زي ما قلت لك الدعاء بيطلع منك عباده وهي الافتقار. فالافتقار من اهم واجل العبادات اللي ممكن لازم تطلع منك في الفتره دي عشان ربنا سبحانه وتعالى يكرمك وبس.
بس فين الفيديو. سلام.